السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين حبايب قلبي. رمضان كريم عليكم، ينعاد عليكم بالصحة والسلامة يا رب. معايا فيديو قديم مصوراه تقريبا بقاله شهر، وقبل ما ابدأ في الفيديو حابة اقول لكم ان السواد اللي حوالين الحوض ده السيليكون. طبعا كل واحدة عندها حوض ستانلس اكيد عارفة المشكلة دي، واكيد عارفة ان هي بتعاني منها. لما بنعمل الستانلس في الحوض وتيجي عليه مية فترة، بعد وقت كده من الاستخدام يبدأ يسود، فتضطري بعد كده انك انتي تشيليه وتركبي غيره. طبعا بما ان الفيديو ده متصور من شهر زي ما انا بحكي لكم كده بالظبط، فهو الحمد لله رب العالمين انا حاليا خلاص يعني فكيته، او شلت السيليكون القديم وحطيت سيليكون جديد. مش عارفة لغاية لما اصور لكم فيديو تاني هيكون شكله ايه، بس ان شاء الله يكون شكله احسن من كده. هبدأ بقى الفيديو بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اشتريت عداية طماطم كده في الفترة اللي فاتت كده، اللي كانت الطماطم فيها رخيصة كده، 3 كيلو ب10 و4 كيلو ب10، وكانت الأسعار فيها حنينة وحلو. كانت العداية دي عاملة معايا 65 جنيه تقريبا، كانت 25 ل30 كيلو من الطماطم. اللهم بارك. وجبتها كده في الحوض شوية شوية، وبدأت ان انا انضف منها اي مثلا، لو فيها سوسة مثلا، لو فيها الحتة اللي من فوق دي تمام. وبدأت كده اشيلها وانضفها كويس قوي، والناشفة اركنها على جنب، والطرية اللي هي يعني طرية احطها في الحلة بتاعتي اللي جنبي دي على الحوض. تمام. وهبدأ اخلص بقى كل الكمية بتاعتي وهوريكم هنعمل ايه. طبعا هنا انا الفيديو ده سبته لكم بطيء عشان تعرفوا ان الفيديو اللي فات كان متسرع زيادة عن اللزوم، وان انا كنت بغسل الطماطم كويس قوي، مش ان انا بكروتها. وبدأت اخدت الصينية بتاعتي بعد ما رفعت كده قوي اللهم بارك، وبدأت احطها على نار شمعة خالص. وحبيت برضو اوريها لكم. والردة اللي على البوتاجاز دي مرضتش اشيلها، لان هتشوفوا الطماطم هتعمل ايه في البوتاجاز. وجبت حلة تاني وبدأت اشتغل فيها، وبوريكم اني كنت خلاص قربت اخلص الكمية. هنا كنت خلصت الحلتين، وكانت هنا بصوا الطماطم، شفتوا العلو اللي كنت موريها لكم قد ايه هي هبطت وقلت. تمام. انا ما حطيتلهاش نقطة مية يا جماعة، كل اللي انا بعمله ان انا بحطها على نار شمعة زي ما انتوا شفتوا. حبيت اوريكم التفاصيل دي علشان مفيش حاجة تتوه منيكم. بعد كده تقدري تجيبي الهاند بلندر وتضربيها وهي في الحلة. انا عشان انا دايما بعملها بالهاند بلندر، بس كنت بلاقي ان في قطع مثلا ما اتضربتش كويس، او انا كنت مثلا ما بيبقاش عندي طولة بال ان انا اضرب فيها مرة واتنين وتلاتة. فالمرة دي قلت بس انا هجيبها في الكبة واريح دماغي واسهل على نفسي، واعملهم ضربتين تلاتة واتكل على الله. تمام. جبت بقى الكبة بتاعتي وبدأت انزل بالطماطم بتاعتي اللي هي خالص دايبة من النار. طبعا انا ايديا فيها طول ما هي على النار بقلب فيها، ووريتكم عملت ايه في البوتاجاز. طبعا دعكت الدنيا ميه. وعايزه اقول لكم ان والله العظيم الميه دي هي كلها منزلاها، انا ما ضفتش نقطه ميه في الحله. انا بس حطيتها على نار هاديه وسبتها هي تتعايش مع نفسها، وضربت كل الكميه بتاعتي كده. وطبعا زيزو لازم بيحب يشارك في اي حاجه فيها كبه، لازم بيحب يدوس ويشارك، وما حبيتش ازعله ولا احرمه من اللقطه اللي هو بيحبها. وسبته كده يدوس معايا. ودي كانت اخر كمية معايا في الحلتين. يعني هنشوف مع بعض الحلتين دلوقتي على النار. انا خلاص بعد ما ضربتها كده هرفعها مجرد 5 دقايق. وطبعا انا مش هقدر اقولك الحلة دي هتقعد قد ايه اللي هي قبل ما تضربيها، انما بعد ما تضربيها مش هتاخد اكتر من 5 دقايق. ليه بقى انا مش هقدر اقولك؟ لاني على حسب نار البوتاجاز عندك. وانا زي ما قلتلك حطيها على نار هاديه خالص، بحيث ان هي تتصلص براحتها او تاخد وقتها في ان هي يعني تدوب كده وتطرى. شايفين القوام عندي تحفة ازاي في الصلصة؟ عايزة اقول لكم دي احلى صلصة جاهزة زي بتاعة المحلات تقدري تعمليها، ولا تقولي لي هتضربيها ببصلة وتحطيها في الفريزر. كده كأنك عملتي الصلصة بتاعة البرطمانات اللي بتشتريها من السوبر ماركت، بتديكي لون وطعم في الأكل. والله اللهم بارك، جربيها وهتدعيلي ومش هتبطلي تعمليها أبدا. تمام. هنا كده كانت الكمية بتاعتي اللي هي كانت الطماطم الطرية كانت خلصت على الحلتين دول، وكنت طلعت اللهم بارك كمية حلوة جدا من الطماطم الناشفة. مليت لي درج التلاجة وكمان طبق حلو كده جنبه. تمام كده.
وكده هنا هنسيبها بقى زي ما قلت لك 5 دقايق، وهبدأ اجيب اكياس واعبيها فيها. الكمية دي عملت لي اللهم بارك حوالي 11 كيس من الصلصة، لكن او 10 او 11 هنشوف دلوقتي مع بعض. لكن الكيس اللهم بارك مليان، يستخدم على كذا مرة. بستخدمه ازاي؟ بطلع كيس اسيبه يسيح، تمام، واسيبه في التلاجة من تحت على قد استخدامي. لو استخدامك هيكون اكتر مثلا من 15 يوم، ما انصحكيش انك انتي تسيبي الكيس اللي طلعتيه من الفريزر ده تحت في التلاجة. بنصحك انك انتي ترجعيه تاني في الفريزر، ولما تعوزيه تنزليه تاني من الفريزر. وده بيكون احسن حفاظ على احسن طريقة لحفظ الصلصة بتاعتك، وعشان هي ما تبوظش منك. طبعا الفيديو ده متأخر جدا، وانا بعتذر جدا 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 على ان هو نزوله متأخر، لكن والله لظروف صحية وظروف نفسية وظروف كده كتيرة عدت عليا حقيقي. يعني مصورة فيديوهات كتيرة، هحاول اضغط نفسي الاسبوع ده وانزلها لكم كلهم باذن الله تعالى. يعني والله المستعان، مش ضامنة بصراحة، مش قادرة اوعدكم، بس ان شاء الله باذن الله هحاول ان انا اسجل كل الفيديوهات هي متصورة وكل حاجة، بناقصها بس المونتاج. دي كمية الصلصة اللي طلعت معايا، تمام، وهحفظها زي ما قلت لكم في الفريزر. بس كده. تعالوا نشوف بقى حاجة تاني، تعالوا نعمل تفريزات تاني. الكرنب ده بقى حاجة محترمة كده. 3 كرنبات صغيرين كده وسط عندي. ال3 دول كانوا واقعين عليا حوالي ب30 جنيه. عدى واحد تحت البيت وبيبيعها بالاسعار دي، بصراحه سعرهم عجبني، وقلت بس انا ما كنتش ناويه افرز كرومب، بس بقى طالما لقيت ان سعرهم كويس كده فرحت قلت بس انا يا دوبك افرز بقى. بصوا اللي شلته الاخضر، كل اللي شلته من بره ده بتاع الكرومبه، انا ده ما بستخدمهوش، انا ده برميه يعني، او بمعنى اصح انا بحطه في كيس كده وبديه لاكل الفراخ. تمام، بديه حماتي يعني تديه لاكل الفراخ. والاتنين دول الخضر دول برضو انا ما بستخدمهمش، دول هنشوف هنعمل فيهم ايه. انا ببدا من هنا، من ساعه ما بدات اشيل في الراس كده اهو، ابدا ان انا اخد الورق النظيف بتاعي بتاع الكرنب. طبعا زي ما انتم شايفين لما بقلبها كده بلاقي ان الورقه نظيفه وشكلها حلو، يعني يفتح النفس كده، ببدا اخد من عندها، ما باخدش من قبل كده. يعني اي ورقه خضراء قبل الورقه دي اللي هي النظيفه دي انا ما باخدهاش. اللي من بره ده كله بنديه مثلا، يعني بيترمي، تمام. الاتنين التانيين اللي ركنتهم على بعض هقول لكم هعمل فيهم ايه، وبعد كده ببدأ اقطع. تقدري انتي لما تشيلي الراس تقدري تحطي الكرنبايه في الحله زي ما هي. للأمانة أنا مش بحب الطريقة دي، لأني بحس إن ممكن ورقة تتهري منك وورقة تستوي أكتر وورقة ما تبقاش استوت، لأني مش كله هتبقي عارفة إن هو أخد قد إيه. أنا برتاح في الطريقة دي، يعني متعودة عليها من أمي الله يرحمها، وهي دي بتريحني، وبحس إن أنا يعني طريقة سهلة بالنسبة لي. بفضل أفلت كده في الورق ورقة ورقة، وببدأ أنزل بيه في مية السلق. هنشوف الخطوات مع بعضينا، متستعجليش، هوريكي كل التفاصيل وكل التركات، وازاي تسلقي الكرنب، وازاي ما يتهريش منك، وازاي يطلع ناجح معاكي. بس كده انا بدأت خلاص اخلص الكرومبايه، مش هصور معاكم طرح ال3 عشان الفيديو طويل جدا، وانا مش حابه ان هو يطول اكتر من كده. كده فاضلين 2، ووريتكم الكميه اللي عملتها الواحده. وهنا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، دي كانت كميه ال3 كرومبات عندي. اللهم بارك اللهم بارك، رمولي ورق حلو جدا، كميه كويسه محترمه، ملت الرخامه زي ما انتم شايفين كده. اللهم بارك. هبدأ كده اجيب حله وافتح النار عليها واسيبها تغلي. طبعا تقدري انت في الحركة دي تعمليها قبل ما تقطعي الكرنبة. مش عارفة في مقطع متصور قبل المقطع، مش مشكلة. هنا جبت المية وولعت البوتاجاز طبعا عليها على النار العالية. انا بحب اسلق على النار العالية دي علشان تنجز معايا وتبقى سريعة. وبدأت احط الكمون، كتري ما تستخسريش، حطي كمون. كل ما كترتي الكمون والملح، يعني مش هنحط ملح كتير، هنحط معلقة ملح ومعلقتين مثلا او 3 من الكمون. كل ما هتكتري الكمون كل ما هيديكي يعني احنا عارفين ان الكرنب بيعمل غازات، فالكمون بيشيل اي غازات او كده، هتاخدي نتيجة احلى. ولما يستوي وتأكلي منه اي حد ايا كان من هو، هتحسي ان هو مريح ليه ولمعدته اكتر واكتر. وببدأ انزل بورقتين او 3 على حسب ما تشيل الحلة بتاعتي. يعني لو الحلة بتاعتي شالت اكتر من 3 ورقات او 4 ورقات مفيش اي مشكلة، مش هتأذيني في حاجة. اللي بتشيله الحلة انا بنزل بيه.
اول ما بلاقي الورقه كده دبلت شويه، او يعني هي بتبقى الورقه ناشفه، اول ما بلاقيها هديت كده في الميه اروح انزل ورقه تاني. وبعد كده مش بسيبها كتير، ايديا فيها على طول، وبقلب اللي تحت فوق واللي فوق تحت، على طول اجيب اللي فوق تحت واللي تحت فوق، بحيث ان كل الورق بتاعي اللي انا حاطاه في الحله يستوي. وزي ما انتم شايفين كده بطلعها بفردها على الصينيه. لو انا حسيت ان هي ما خدتش سوا كويس بقوم كمراها بواحده تاني فوقيها. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا احط واحدة تاني فوقيها سخنة، يعني ورقة تاني سخنة، يقوم السخونية طبعا لما يتحطوا على بعض تروح تخلي الورقة تكمل سواها. خلي بالك من التركة دي، علشان لو انتي طلعتيها مستوية خالص زيادة عن اللزوم وجيتي حطيتيهم فوق بعضيهم هيتهري منك وهيبوظ وهيتقطع، وانتي بتقطعيه مش هتعرفي تتحكمي فيه، وساعتها هتقولي انا ايه اللي غلط عندي. حابة أكد عليكي على المعلومات دي علشان مفيش حاجة تسقط منك وتبقي عارفة ايه الغلط اللي انت عملتيه. لو انا سبتش الورق بتاعي ياخد وقته في السوا في السلق، بروح حاطة كذا ورقة على بعض بحيث ان هو يعني السخونية تخليهم يستووا كويس. لو انا مسويها كويسة فببدأ أفرد الورقة بتاعتي على صينية كده محترمة واديها هوا كويس لغاية لما أبقى حتى أحط فوقيها واحدة تاني. فهماني؟ يا رب ان شاء الله تكون معلومة وصلتك، وان شاء الله يكون المعلومات واضحة بالنسبة لك. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ويا رب تكون فيديوهاتي عجباكم. بتمنى ان كنتوا لو الفيديوهات بتعجبكم تحطوا لي لايك، متنسونيش في الكومنتات الحلوة. اهم حاجة اللايك، واعملوا شير للفيديوهات، سبسكرايب للقناة علشان آه، عيلتي الحلوة تكبر بيكم ونبقى عيلة كبيرة كده وابدا انزل لكم وصفات كتير، وابقى اتشجع بقى ان انا عندي ناس كتير كده وانزل وصفات كتير وما اخليش الفيديو يطول عليكم كل ده. طبعا انا حبيت اوريكم مرحله تاني، جبت ورقتين تاني ونزلتهم. طبعا مش هقدر اخلص الكميه معاكم لان اللهم بارك كانت الكميه كتيره. هنا بوريكم ان احنا عملنا كميه حلوه مع بعض، وهنا كنت خلصت كميه السلق بتاعي كله. اللهم بارك كده كله خلص تمام. بوريكم ازاي هي مستويه حلو يعني كده بضفري كده. حبيت اعمل تيست. اللهم بارك كده الورقه حلوه ماسكه نفسيها تقدري تتحكمي فيها. وهنا هبدا اجيب صينيه وهبدا اقطع معاكم واوريكم شكل التقطيع. تقدري تمسكي الورقه وتبرميها زي اغلب اليوتيوبر ما بيعملوا. انا ما بحبش التقطيع دي، انا واخده على تقطيع امي من زمان الله يرحمها، ان احنا بنجيب ورقه ورقه ونفردها ونطلع منها العرق، وبعد كده نعملها سم ايه استني هتيجي نعملها سمبوكسات، او لا هو ده مش سمبوكسات، نعملها مثلث. تمام، نعملها مثلث. ليه احنا بنعملها مثلث؟ علشان احنا بنحب نقفل على صباع المحشي من الجناب. لو انتي من الناس اللي بتبرم على طول كده هو وبتسيبه متفتح من الجناب والرز بيطلع منه، وانا مش بحب الحركه دي او متعودتش عليها، فتقدري تبرمي الورقه وتقطعيه كده عشوائي بحيث ان هو مش هيكون معاكي ليه اطراف. انما انا عشان بحب انه يبقى ليه قفله فبحب اعمل التقطيعه بتاعتي سمبوكسه. يا رب تكون المعلومه واضحه، وطبعا هوريها لكم وان شاء الله باذن الله هنعمل مع بعض طبعا اكيد ان شاء الله محشي كرنب قريب. هبقى اوريكي ازاي انا بقفل الورقه. هنا طبعا انا عدلت لكم الكاميرا لان انا بعتذر جدا ان انا ما كنتش واخده بالي ان هي مش معدوله. تمام، وبصراحه كانت برضو الكميه كبيره فما قدرتش افضل واقفه على الرخامه ان انا اخلصها كلها، فاخدت الكميه بتاعتي وطلعت فيها بره. وهنا كنت خلصت اللهم بارك الكميه كلها. وزي ما بوريكم ان الصينيه ما فيهاش غير العروق بس، يعني شايفين كميه العروق كتيره ازاي. وببدا هنا اجيب الورق اللي قلت لكم هنشيله على جنب. طبعا انا سلقته بس بعد ما خلصت الورق نضيف كله عشان ما يوسخليش المية بتاعتي اللي بسلق فيها. وبدأت كده اجيب كيس واحط فيها الورق الاخضر اللي وريته لكم وكم عود من العروق، ونزلت بعديها فوقيهم بالورق المتقطع بتاعي سمبوكسات. وبعد كده قفلت الكيس وعملته بقى على اساس ان هو يبقى اكله اكلتين على حسب ما انا استخدم او على حسب اللي الكميه اللي انا محتاجاها ساعتها. وبدات اجيب اكياس تاني اصغر احط فيها كميات اقل بحيث ان انا لو حابه اطلع كيس قليل
يبقى عندي كيس قليل، لو حبيت ان انا استخدم كيس كبير يبقى عندي كيس كبير. يعني اللي انا عايزاه الاقيه على طول عندي جاهز، ما بقاش انا محتارة هعمل ايه او هطلع ايه. تمام، ان شاء الله يكون كلامي واضح، وان شاء الله تكون معلومات مفيدة بالنسبة لكم، ورب يكون الفيديو لذيذ وممتع بالنسبة لكم. الفيديو لسه ما خلصش، الفيديو لسه فيه تفريزات تانية كتير. بتمنى يكون الفيديو عجبكم وتكون فيديوهاتي كلها بتعجبكم. وهنا طبعا عشان انا عملت كيسين صغيرين فبدأت اجيب كده كيس تاني انزل بيه بحبة من العروق وحبة من الورق الاخضر. وبعدين جبت بقى ايه تفريزات البسلة، طبعا الكيلو كان ب20 جنيه برضو ساعتها وقتها. وجبت برتقان، كان برتقان بلدي اللي هو العصير، وكانتالوب وفراولة وهريسة شطة، كان الفلفل الأحمر ده وقلت أعمله هريسة شطة، وكوسة. وهنبدأ نفرز الحاجات دي مع بعض، وجزر طبعا. وهنشوف هنعمل ايه مع بعض وايه هسيبه، لان في حاجات صراحة هبقى تعبت وهيبقى معايا مشوار، فهسيب التفريزات لغاية كده، مش هكملها كلها معاكم. هنا جبت الخضار بتاعي على الرخامة، لكن لما اشتغلت كده شوية حسيت ان الحوار كبير كبير قوي. طبعا انا بعتذر ان انا مسرعة الفيديو، بس علشان يعني زي ما انتم شايفين في تفريزات كتيرة. انا ما بسلقش الكوسة ولا بسلق البسلة، لاني انا بحس ان هي عمرها بيبقى احسن لما تتحط يعني في كيس على كده. يعني مثلا انا نضفت الكوسه دلوقتي، هقطعها طرنشات طرنشات، تمام، دواير، وهجيب كيس نايلون واحطها فيه وبس كده، بحتفظ بيها بنفس الطريقة في الفريزر. البسلة كذلك انا بفصفصها واحط لها الجزر بتاعها واسيبها في كيس نايلو، واشيلها في كيس نايلو واحطها في الفريزر على طول. انا بحس ان الطريقة دي احسن لي للحفاظ على الخضار بتاعي. وبرضو الطريقة دي انا كنت متعودة عليها من ماما الله يرحمها. طريقة السلق صراحة جربناها، ما حسيتهاش، هي مش سلق انك انتي تنزلي الخضار بتاعك في ميه سخنه وتطلعيه. انا حسيت ان الطريقه دي احسن بكتير وبتديكي نتيجه افضل. بتمنى تجربي الطريقه بتاعتي، ان شاء الله هتعجبك، وان شاء الله هتحسي ان النتيجه حلوه. هنا غسلت الكوسه بتاعتي وسبتها تنشف، وبعد كده هجيب كيس نايلون او هنشفها بالفوطه، وبعد كده هجيب كيس نايلون وابدا انزل بيها طرنشات وايه احتفظ بيها في التلاجة. طبعا الكوسة هتعمل لي كيسين، البسلة هتعمل لي كيسين، وهنشوف بقية التفريزات مع بعضينا. يعني مش هطول عليكم، ما تقلقوش. زي ما قلت لكم حسيت ان الموضوع كبير، رحت قلت بقى ايه لا ما بدهاش، انا اخد خضاري واطلع بره على الترابيزه. ويا ريتني ما طلعت، طبعا زياد ما سابنيش، فضل بقى يعكسني من هنا ويعكسني من هنا. طبعا يشد في الكوسة ويشد في البسلة، عايز يلعب بيها كورة. يعني بصوا مش قادرة اوصف لكم على اللي حصل. في الاخر انتهت بانه وقع لي الستاند ووقع لي التليفون ووقع لي كل حاجة. يعني بصوا مش قادرة اقول لكم زياد عمل فيا ايه. وهنا البرتقال ده اللي قلت لكم عليه كان ب5 جنيه، كنت جايبة تقريبا 4 كيلو او 3 كيلو. تمام، 3 كيلو. هبدأ أفرز البرتقان زي ما هو كده، بس بقشره وببدأ أفتحها نصين عشان لما أطلعها من الفريزر تاخدش وقت كبير في ان هي تسيح وكده اهو. ولو حبيت ان انا احطها وهي مجمدة شوية ما تكسرليش الخلاط. تمام، لما تبقى من نصين بتبقى اسهل في الضرب. وما بحطش يا جماعة للبرتقال سكر، خلوا بالكم من المعلومة دي كويس قوي. واحدة هتقولي انا فرست البرتقال ولقيته ممرر. حبيبتي البذر مش هيأذيكي في حاجة، خلي البذر اهم حاجة، ما تحطلوش سكر. العصير اللي بيتشال في الفريزر بسكر بيطلع طعمه مش حلو. احسن لك خلي الحاجة بتاعتك فريش، طلعيها واعمليها انتي واقفة، مش هتاخد منك حاجة. ده عصير يا جماعة، هيطلع من الفريزر، هنحطه في الخلاط نضربه ونحط له السكر والمية وخلاص. صدقيني
لو جربتي الوصفة دي هتعجبك. وهنا طبعا زي ما قلت لكم كنت طلعت الصالة وجبت بقى الكوسة بتاعتي اخلصها، ودول كانوا صغيرين. كنت محتارة يا ترى اقورهم واديهم كده تحميرة في الزيت واحطهم في فويل واشيلهم، ولا ان انا اخليهم اعملهم كوسة بالبشاميل، ولا اخليهم اعملهم طبيخ. كانوا محيريني قوي شوية الكوسة دول الصغيرين الرفيعين الحلوين. في الاخر استقريت على ان انا احطهم في كيس نايلون واشيلهم في الفريزر. ليه بقى؟ علشان الكيس النايلون بتاعي مش بياخد مكان قوي عندي في الفريزر، فانا بحس ان انا مرتاحة اكتر، وبحس ان انا عارفة احط كمية حاجات كتيرة لغاية لما ربنا ان شاء الله يسهلها ونجيب دي في فريزر، يسهل علينا التفريزات ونجيب ساعتها علب ونبدأ نعمل تفريزات. يعني بصراحة مش هقول لكم اكتر، لاني انا بحس ان العلب دي بتاخد مكان، فمش هتخليني ان انا اعمل تفريزات كتيرة معاكم اكتر من كده. طبعا احنا عشان عارفين ان الخضار غالي والدنيا غالية، فانا صح الكوسة دي تقريبا كانت ب15، مش فاكرة والله، لانه زي ما بقولكم الفيديو ده من بدري قوي. الخضار غالي وكل حاجة غالية، فانا محبتش ان انا اكتر، حبيت بس ان انا اجيب كده حبة على القد، على قد استخدامي او على قد استخدام شهري. انا ما بجيبش حاجة تقعد معايا اكتر من شهر، او تقعد معايا اكتر من الخزين بتاع استخدام الشهر ده. تمام. بحب ان انا اخلي حاجتي او خضاري او كده اهو طازه بطازه. طبعا بالنسبه للطماطم فدي صلصه فمش هتاثر معايا، يعني لما تشيليها في التلاجة احسن لك. وطبعا احنا عارفين ان الطماطم بيجي لها فتره كده وبتبقى مجنونه يا قوطه، وبتبقى باسعار خياليه. هي حاليا لغايه دلوقتي تقريبا بقت كيلو ونص ب10، او بقت تقريبا ب15. مش متذكره السعر دلوقتي، يا ريت تقولوا لي الاسعار وصلت عندكم فين. الفيديو بتاعي طالع من اسوان، قولولي وصل لكم لغايه فين، وانت بتسمعيني من فين. تمام. وهنا بدات طبعا خلصت الجزر، شلته من قطعت، نضفت من فوق ونضفت من تحت وقشرته، وهسيبه على جنب. هاخد منه للبسله وهاخد منه للبرتقال. وطبعا الكنتالوب بتاعي قاعد في الكيس ورا، والفراوله كنت حطاها في التلاجة عشان بتغير. وانا اصلا يعني هعمل برتقان والبسله وبس كده، مش هكمل معاكم بقيه التفريزات عشان ساعتها كنت مستعجله عايزه اروح مشوار. ولما رجعت كملت. صراحة ما فتحتش الكاميرا، استكفيت باللي عملته معاكم. ويعني الحمد لله الفيديو فيه كمية معلومات كتيرة وكمية وصفات كتيرة. يا رب بتمنى ان هي تكون عجبتكم وتكون استمتعتوا بيها. هنا كيس البرتقال كنت بحط حوالي 8 وحدات في كل كيس، يا 8 يا 7. طبعا انتي عارفة استخدامك قد ايه، وعارفة انتي هتحتاجي قد ايه. انا عادي ممكن اعمل ال8 وحدات دول واعمل شفشق كبير، مثلا ممكن شفشق معايا يقعد يومين، بحيث ان الواحد يكون عنده يوم يعمل فيه اكل وعصاير، او اكل بس وتاني يوم يعمل فيه عصاير. ويبقى متفرغ ان هو للعبادة وقراية القرآن، وربنا يتقبل منا ومنكم يا رب، اللهم امين. وربنا يعيننا على الطاعة وذكر الله في الشهر الكريم ده يا رب. آه بتمنى يكون ما صدعتكوش واتكلمت كتير. الفيديو ده انا حاسه ان انا اتكلمت كتير. طبعا بعتذر عشان انا مسكومه، وبعتذر علشان الفيديو اتاخر جدا. كان المفروض الفيديو ينزل لكم من بدري اكتر من كده، لكن هو والله فعلا متصور من بدري قوي، بس انا حقيقي يعني مش عارفه ليه ما نزلتوش. ان شاء الله باذن الله اليومين دول ننزل فيديوهات قويه، فيديوهات كلها طاقه كده. ونبدأ كده رمضان على خير يا رب، اللهم امين. وشوفوا كده عايزين نعمل مع بعض الزبادي ونعمل مع بعض الفول، قولولي وان شاء الله كل الوصفات اللي انتوا عايزينها ونفسكم فيها ان شاء الله نعملها مع بعض. وان شاء الله يكون الفيديو عجبكم وتكون بقية فيديوهاتي بتعجبكم. وما تنسونيش في اللايك، بتمنى ما تنسونيش في اللايك، دي اهم حاجة. وندخل على اخر حاجة معانا في الفيديو النهاردة، وهي البسلة. طبعا ابني كان فاكرها ان هي كور صغيره، وعمال يقول لي ماما انا عايز الكوره الصغيره دي العب بيها. يعني بصوا مش قادره اقول لكم كانت اكبر غلطه عملتها ان انا طلعت قعدت بره في الصاله او على الترابيزه. قلت لا، انا اشتغل انا وواقفه احسن لي من الصداع اللي كان حاصل لي ده. ربنا يبارك فيه ويبارك في اولادكم يا رب، اللهم امين. طبعا انا بهزر،
كنت بديله بسلة يلعب بيها، يعني مش بيلعب بيها، هو بسلتين كده عامل نفسه ان هو بيساعدني وان هو عايز يجيب طبق ويفصفص زي كده اهو. طبعا ما تحرميش ابنك من اللحظة دي وان هو يساعدك، علميه ان هو يساعدك من صغره علشان يفضل بيساعدك طول، يعني لما يكبر يبقى حنين عليكي، ما تشوفيش منه أسوأ. ربنا يجعل يا رب دايما عيالنا حنينين علينا، ويبارك لكم يا رب في أولادكم، ويبارك لي في عيالي يا رب، اللهم أمين. هنا ببدأ كده، كنت خلاص خلصت البسلة، بدأت أقسمها على كيسين، أو على حسب ما تاخد معايا، بشوف الكيس بتاعي على قد الأكلة، مش بحب اخلي الخضار كتير في الكيس، يعني بحب اطلع الكيس على القد كده على طول، او حتى لو انا هاخد منه واسيب شوية ارجعهم على طول في الفريزر. بتطلعيها مش بتستنيها تسيح، البسلة ولا الكوسة ولا الخضار عموما، ما بتستنيهوش يسيح، بتبقى هي انتي شايلاها مثلا مغسولة ومتصفى، يعني صفت ميتها تمام ناشفة خالص، يا اما مثلا اول ما بتطلعيها هي ومجمدة بتشطفيها شطفة كده على السريع بسيطة خالص، ما تخليهاش تفك منك قوي، وبتنزلي بيها على البصل بتاعك، بتكوني خليتيه احمر، وتنزلي على طول بالبسلة او الكوسة او اي خضار انتي مفرزاه، وتبدأي تشوحيها، تخليها كده ايه، تاخد من ريحة وطعم الطشة بتاعت البصل بتاعك اللي انتي مشوحاه. وهنا بدأت اقطع كده الجزر مكعبات علشان البسلة، وهضيفه في الاكياس مع البسلة، والجزر اللي اخدته على جنب ده انا هبدأ اسلقه علشان البرتقان. ولو في كان زيادة، يعني انا كنت بقول لو هو مثلا كان زيادة ممكن اشيل منه المانجا او حاجة.